انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. القايمه مش اللي بيخزقوه فيها في الفرح، لا القايمه دي قائمة اللعيبة هي ما تيسر من اختيارات المدير الفني اللي قدرت توفرها له الإدارة علشان يخوض بيها منافسات الدوري والكاس الموسم الجديد، وطبعا لسنوات طويلة كانت مستقبل أندية كتير. لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها النادي الإسماعيلي داخل الموسم الجديد موسم 2015-2016 بقائمة تضم 27 إلى 28 لاعب فوق وتحت السن، بس مش تحت المستوى بإذن الله، و5 صفقات كبيرة، وهو ده محور كلامنا النهارده. قائمة اسماعيلي ميدو للموسم الجديد متوسط اعمارها 26 سنة، ومن اهم مميزاتها خط الوسط بوجود عناصر معانا من الموسم اللي فات زي حسني عبد رب ومحمود عبد العزيز وابراهيم حسن، وعليهم العناصر الجديدة زي شيكابالا، جبرين، عماد حمدي، وكمان عفروتو. بقى خط النص بتاعنا كده. طب زي ما احنا عارفين في الكرة الحديثة ان اللي بيمسك خط النص في الملعب بيمسك المباراة كلها، بس خط النص ده بيحتاج دفاع يدافع عنه في الهجمات المرتدة، وبيستلم منه الكورة، وبيحتاج هجوم يسلموا الكورة، ويبقى خط الدفاع الاول في الضغط العالي. يعني ما لا ايه؟ طب علشان الكرة الحديثة وعلشان نجيب بطولة وعلشان خاطر ربنا كان وما زال لازم يكون عندنا في كل خطوط الفرقة بدلة على نفس مستوى الاساسيين او اقل منهم شوية صغيرين عشان يشيلوهم وقت ما يحصل مشاكل لا قدر الله. طيب يعني مثلا في وجود قلب الدفاع بتاعنا، قلبين الدفاع بتوعنا دلوقتي هم طه عادل وشوقي السعيد، ومع وجود طه عادل وشوقي السعيد بدون بديل هنضطر تاني نرجع محمود متولي ونمرمطه في خط الدفاع. طب ما نسيب الوقت في خط النص ونجيب لهم بدله. طب يا جدعان، طب انتوا فاهمين حاجه احنا مش فاهمينها في موضوع البدله ده؟ خدونا معاكم. المهم الفرقه كلها بيبقى عندها نقص في بدايه الموسم وبتعوضه خلال الانتقالات الشتويه او مع ما يتناسب مع المنافسه اللي بيلعبوها سواء في الدوري او في الكاس، مش مشكله. المهم ان المدير الفني شايف ان القائمه دي مناسبه جدا ليه في بدايه الموسم ده، وبيتفاخر بيها في كل تصريح واثق من نفسه فيه بيقوله في بدايه الموسم ده. انا جاهز وهنفوز. في رايي الموسم ده عندنا في الاسماعيلي في قائمتنا اسامي نجوم ونجوم هنتعرف عليهم خلال الموسم كويس قوي. اول لاعب من الاسامي النجوم اللي عندنا في الفرقه هو محمود عبد الرازق شيكابالا. عشان ابقى صريح معاك، لو انت زملكاوي دوس على صباعي هنا ونط الحته دي ممكن ما تعجبكش. تمام. لاعب الزمالك السابق مش شايف اي مبرر للتعاقد معاه بعد اسمه، بس مش شايف اي مبرر لاننا نبقى داخلين بننافس على بطوله وعنصر من العناصر الاساسيه في نص الملعب اللي عندنا ما لعبش كوره بقاله سنتين، ورئيس النادي اللي المفروض ان احنا واخدينه من عنده قال عليه كده. بنت وحشه جدا جدا وعانس 60 سنه وداخله 65 سنه، وجالها عريس جميل كده محترم. ليله الدخله هربت. فكابتن شيكابالا انت بطلت كوره، انت بقالك سنتين ما لمستش كوره وسمعتك الكرويه كانت سيئه. احنا عندنا قدك 100 مره، يعني عندنا كهربا وعندنا حمودي وعندنا ايمن يتفوقوا عليك بمراحل، يعني احنا مش محتاجينك وانت اللي محتاج حد يساعدك. واعتقد ان شيكابالا هيعتزل الكوره خلاص. بلاش ده عشان بيرجع يتعصب وبيعتذر وبعد كده يتعصب اكتر والبرنامج يتقفل بعدها. انت مش مستشار. بس بالعقل كده لمصلحتنا ولمصلحه شيكابالا. ازاي شيكابالا هيتواجد مع لعيبه اصغر منه سنا وكمان اكتر منه لياقه؟ واكتر حاجه شيكابالا في رايي محتاجها دلوقتي علشان يرجع يجيب اهداف زي دي 27 متر وشيكابالا بيسدد. يا سلام، جول هي انه يقعد على الدكه في الاسماعيلي. بس لو تخطينا كل ده وقلنا ان شيكابالا تحدي خاص لميدو، فهل التحدي الخاص ده ما كانش ينفع يجي انتقال كامل؟ كان لازم يبقى اعاره، يعني كان لازم تبقى اعاره نجهز فيها لاعب مش في فورمته لنادي مش محتاجه. انا مزاجي يا عم. تاني اسم من اسامي النجوم اللي في الاسماعيلي الموسم ده هو مروان محسن. بالرغم من الاحصائيات القليله جدا بالنسبه له في الدوري البرتغالي، الا ان ابن بتروجيت عنده 26 سنه، لعب كويس قبل كده في الدوري المصري، وكمان لعب كذا مره دولي مع المنتخب الاولمبي بتاعنا، وده لو ما اهلوش ان هو يبقى بديل لايمانويل بناهيني فانا ما اعرفش ايه اللي يأهله بصراحه. الاسم النجم الثالث في قائمه الاسماعيلي الموسم ده هو احمد سمير لاعب الزمالك اللي احنا خدناه منهم على سبيل الاعاره، وده محتاج البيرول. تعالى صلاح هات البيرول. زي شيكابالا فسمير جاي لنا من الزمالك على سبيل الاعاره، لكن مش زي شيكابالا فاللاعب عنده 21 سنه جاهز واثبت نفسه في الوديات بشكل محترم مع ميدو كمدرب. سمير هو الصفقه اللي ممكن فعلا تستحمل حرق الدم انها اعاره في سبيل انك متاكد انه جاي يلعب مش يتجهز. من امنياتي الشخصيه ان غياب احمد ما يطولش، وان جهازنا الطبي ما يقعدوش بقيه حياته في بيتهم، وان اصابته الاخيره ما تاثرش على مستواه اللي ظهر بيه قبل كده مع الزمالك وفي الوديات معانا. دي كانت الاسماء النجوم المشهوره اللي معروفه لكل الناس. اللي جايين دول بقى اقل في المعرفه شويه بس يمكن اكتر في القيمه.
اولا تورك جبرين، اللاعب اللي احنا خلصناه من بورصه سبور التركي بعد مشاكل مع النادي بتاعه، دخل عقل الجمهور في الوديات وما خرجش منه لغايه دلوقتي. على طريقه جون انطوي، فبالرغم من ان اللاعب قعد اكتر من 8 شهور ما بيلعبش مباريات رسميه، اول لما نزل الملعب اشتغل على طول. جبرين اضافه قويه لصناعه اللعب والفرص كل مباراه في النادي الاسماعيلي، وده لان ده مكانه الاساسي. وجوده تحت بناهيني او مروان محسن هيضيف لنا فعاليه كبيره جدا كنا محتاجينها وهنموت عليها. في موسم فات خلصنا فيه المركز السادس، جبنا فيه 44 جول في 38 ماتش في المركز السادس. الموسم ده صفر. تاني لاعب من الاسماء اللي انا منتظر انها تحقق نجاح كبير مع النادي الاسماعيلي في الموسم الجديد هو عماد حمدي. ابن المنصوره اثبت نفسه قبل كده في المنصوره قبل ما يجي لنا الاسماعيلي بلقطات زي دي. يا خطوره ومعدي من هنا بقى عماد حمدي. شوت عماد يا حمدي بأداء جميل في الوديات وباعتماد عليه في كل مراكز نص الملعب وكمان مراكز الدفاع لما بتحتاجه. اعتقد ان عماد حمدي يستحق جدا ان كل الاسماعيليه عماله تتكلم عليه قبل بدايه الموسم. ربنا يحفظك من الاصابات يا ابني. بس ثانيه كده، اللي انا قلته ده غالبا انت عارفه لو انت متابع اخبار الاسماعيلي يوم بيوم او حتى اسبوع باسبوع، وحتى اللعيبه اللي ما اتكلمش عنهم زي عفروتو وسعد حسني طه عادل والناس دي كلها انت عارف اخبارهم. امال ايه لازمه الحلقه دي؟ بالاضافه لاني حققت الهدف الرئيسي من القناه دي، وهي اني قلت رايي كمشجع اسماعيلاوي مش كمتخصص في اي حاجه في لعيبه شكلت الميركاتو بتاعنا، الا ان الفيديو ده توثيق لفكره مهمه جدا. كل موسم بنبدا بقائمه لعيبه وقائمه امنيات في عقل الجمهور، ولما الاثنين دول بيخبطوا في بعض احنا بنتنح وبنقول للاداره كده. الفلوس منين؟ فين؟ طب في فلوس؟ حد يعرف؟ منين؟ حد يعرف؟ لو في حاجه اخيرا لازم نتعلمها من المواسم اللي فاتت في الموسم ده، هي اننا لازم نصبر على ابو 20,000 زي ما كنا بنصبر على ابو 20 مليون، زي ما كنا عايزين اللي في امنياتنا. عايز الواقع بتاعك انا وانت نادي مش في جيبنا فلوس تجيب اللاعب اللي بينزل يجيب الدوري. وعشان كده اسلم لك واسلم لضغط دمك وسكرك ان انت تصبر على القايمه دي زي ما هتصبر على مدربك. فيا اما تصبر يا اما تبدا من دلوقتي تقول يا لهوي. على العموم الدوري الاسبوع الجاي، فمش تحتاج تصبر كتير وكل سنه وانتم طيبين. وسؤال الاسبوع ده هو ايه احسن صفقه عملها الاسماعيلي خلال اخر 10 سنين من تاريخه الحديث؟ ومن القايمه اللي على جسم صلاح دي قول لي ايه التشكيله اللي هتختارها عشان تبدا بيها الموسم انت مش المدرب. اختار اهو، في على الكتف حاجه، في على البطن حاجه، في على الصدر حاجه، في كل حاجه. الاسبوع الجاي بقى نشوفهم في الاستاد. لو دخلونا ان شاء الله هيدخلونا فين؟ في الاستاد.